هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي ذات أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 6 من مايو. كما عودناكم نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وضمن برنامج متابعات يقدم لكم الزميل أحمد شريف الحلقة الرابعة من اللقاء الذي أجراه مع السيد نقاش عثمان إبراهيم رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضلين، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وسائل إعلام صومالية تتهم إثيوبيا بإسقاط طائرة شحن في بيدوا. مخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في السودان. وأخيرا تصاعد الاتهامات بين الصين والولايات المتحدة أيضا بسبب وباء كورونا المستجد. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. اتهمت وسائل إعلام صومالية إثيوبيا بإسقاط طائرة شحن كانت تحمل معدات طبية بعد إقلاعها من مطار بيدوا في منطقة بي في مطلع هذا الأسبوع. وكانت السلطات الصومالية قد أعلنت أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم طيران في تحطم طائرة كانت تحمل إمدادات طبية في بيدوا. وقال المتحدث باسم الحكومة إسماعيل مختار عمر أن سبب الحادث لم يعرف بعد. وقال عمر أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها بالقرب من بلدة باردالي، حيث كان من المقرر أن تهبط. وكذا جيلبرت كيبي المدير العام لهيئة الطيران المدني الكينية لوكالة الأنباء الألمانية أن الطائرة تابعة لشركة أفريكان إكسبريس إيرويز الكينية، لكنه قال أنه ليس لديه تقارير رسمية عن خسائر أو أسباب الحادث. إلى أن وسائل إعلام محلية تكهنت بأن الطائرة تحطمت إثر استهدافها بصاروخ من القوات الإثيوبية المتمركزة في المنطقة، ولم ترد السلطات الإثيوبية على الاتهامات المذكورة. قالت وزارة الصحة السودانية في بيان لها أمس أن الحصيلة الإجمالية لوباء فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 45 وفاة و778 إصابة بالفيروس التاجي. كما أشارت إلى أن 9 حالات جديدة تماثلت للتعافي لترتفع جملة حالات الشفاء إلى 70 حالة. وعلى نفس الصعيد ذكرت وسائل إعلام سودانية بأن وزير الإعلام فيصل محمد صالح سوف يعتزل في منزله لمدة 2 أسبوع بسبب مخالطته لشخص حامل للفيروس. وتتنامى المخاوف في السودان من انتشار للوباء في ظل الضائقة المعيشية والصفوف التي يقف فيها المواطنين لشراء الخبز والبنزين، والتي تهدد بانتشار العدوى في أوساط الناس بصورة أكبر، والحالة الشائعة لعدم وعي السكان بسبل انتشار الفيروس. ذكرت الصحف الصينية بأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول اتهام الصين بصنع فيروس كورونا غير عقلانية وغير صحيحة. جاء ذلك التصريح بواسطة وزارة الخارجية الصينية ردا على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو للصين بوجود أدلة هائلة بأن الفيروس صادر من أحد المختبرات الطبية الصينية في مدينة ووهان. وقال وزير الخارجية الأمريكي بأن المختبرات الصينية لا تلتزم بالمواصفات المتعلقة بالحماية، وأنها تسببت في خروج الفيروس وتفشيه. من جانبها أكدت السلطات الصينية بأن أوساط علمية أمريكية تفند مقولات وزير الخارجية الأمريكية، وأن تصريحاته تساعد على تعزيم الأوضاع بين البلدين، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية. استمعتم مستمعي ومستمعات الأكارم إلى نشرة للأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وسائل إعلام صومالية تتهم إثيوبيا بإسقاط طائرة شحن في بيدوا. مخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في السودان. تصاعد الاتهامات بين الصين والولايات المتحدة أيضا بسبب وباء كورونا المستجد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات.
تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله وإياكم من هذا الوباء. هذه إذاعة إرنا. مستمعي إذاعة إرنا الدولية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شهر رمضان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويستجيب لدعوات المؤمنين في كل مكان، سيما الشعب الإريتري الذي يمر بظروف سياسية واقتصادية وصحية قاهرة جدا جدا، جراء أولا الأزمة الداخلية، ثم جاءت الأزمة الكونية العالمية. وفي شهر مايو أيضا نحيي الشعب الإريتري بهذا الشهر المبارك، شهر مايو، شهر الاستقلال. ورغم أنه شهر الوجع والآهات والتساؤلات، لكن يظل مايو هو شهر الاستغلال والتحرير، على الرغم من يعني ضبابية استحقاقات ما بعد التحرير. ولا نزال سيداتي سادتي مع الأستاذ القانوني الصحفي المناضل نقاش عثمان إبراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، في الحلقة الرابعة. أستاذ نقاش، رمضانك كريم وأهلا ومرحب بك. شكرا أستاذنا أحمد شريف، وأيضا رمضان مبارك لك ولكل المستمعين إذاعة إرنا. وبهذه المناسبة يعني أزف إلى شعبنا الإريتري في كل مكان وإلى المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله يكون صومنا مقبول، ويكون شهرا ترفع عنه البلاء والوباء عن شعبنا وعن شعوب الدنيا جميعا، ورمضانكم مبارك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك أستاذ نقاش. آخر رمضان لك في البلد كان 200. هذه نبدأ بالوجع الكبير. أوكي. نحن طبعا ممكن آخر رمضان كان 1977. يا الله. القرن الماضي، يعني تقريبا 40 سنة يعني. يا سبحان الله. طيب ذكرياتك عن الرمضان ذاك في مديشتو، في المسجد الكبير. نعم، يعني رمضان طبعا كما زي ما ذكرت لك في يعني أسرة، يعني والدي شيخ يعني معروف في رحمة الله عليه. نعم رحمة الله عليه. الجو الرمضاني جو أسمر جميل. طبعا نحن من أول وهلة عندما يعني تضيء الأنوار في المساجد، كان مسجد جنبنا طبعا مسجد عمر بن الخطاب. نعم. والجامع الكبير لما تبدأ طبعا التهليلات يعني كل الأشياء هذه كان لها جو يعني غريب، جو عجيب، وبفرحة كبيرة نستقبل شهر رمضان الكريم. وأنا طبعا من طلاب معهد الدين الإسلامي في أسمرة أيضا، وهذه أيضا يضيف لرونق وجمال شهر رمضان أيضا شيء جميل إضافي. نستقبل طبعا النساء والأمهاتنا في استعدادات لإعداد السمبوسة والمشبة وشوارع شارع السلام، وبالذات شوارع أسمرة. يعني المعروضات، التمور والمشبة والسمبوسة،
يعني فطورك يا سايم، الله وليك يا سايم، سموسه فطورك يا سايم. هذه يعني في شخصيات ما يعني كانت من معالم أسمر لا ننساها. كان رمضان جميل، ثم نذهب إلى المسجد ونصلي التراويح، وبين بين المغرب والعشاء، يعني بين العصر والمغرب طبعا مع أقراننا نلعب كورة يعني كان جو بديع حقيقة. جو رمضان في أسمرة نعم. يعني جو لا يعوض. مساجد ملأى بالمصلين والمحبة والناس تسامح بعض، جو التسامح، جو الألفة هذه يا سلام افتقدناها كثيرا يعني. نعم. أستاذ نقاش، كان عندكم مسحراتي في ماديشتو ساعتها؟ ايوه نعم موجود في اول في قزاز حبشه. كان في يعني يصحى يا سايم، يصحى سايم يقول يعني قال اسمعوا طبعا. نعم. وبعدين عندنا المسجد جنبنا قبل صلاه الفجر يبدا بالتراحيم يسموها. نعم. يا ارحم الراحمين ارحمنا وكذا، يعني اصوات شجيه حقيقه. هذه كلها كان يعني رجل يدور ويسحر يصحي الناس. تذكر اسمه استاذ نقاش؟ والله ما اتذكر. انا كان هو اصلا كان لما كنا في كازابلانكا كان يمني، هو من اليمنيين. نعم. توفاه الله بعدين في لما جينا ماديشتو اخري كمان في مسحرات، لكن لا اذكر اسمه والله للاسف. نعم. وسبحان الله المسحراتيه اليمنيين كانوا كتار في اريتريا، يعني مسحراتيه يمنيين. يعني في أغرداد كان عندنا سيد رمضان، هو اسمه سيد ومسمينه سيد رمضان، ونفس التسحير بالدربوكة دف، وفي نفس الوقت ومعاه يبدو لي بطارية، وبيقول سحورك يا صايم سحورك يا نايم، وبنغمة شجية يعني. وفي مع انه في الحظر والكبرفوكو وكده، لكن دائما سحورك يا صايم سحورك يا نايم، الله أكبر، بيقول كده حاجة أنغام. يا سلام يعني، يا سلام. وطيب أستاذ نقاش، وزي ما قلت يعني طبعا برضو الصيام في إريتريا يبدأ من وقت مبكر بالنسبة للأطفال. يعني كانت دي ملفتة أنا بالنسبة لنا لما جينا من السودان. فماذا تذكر عن ذلك؟ لا يعني ممكن لا أبالغ إذا قلت أنا ممكن في سن الثامن التاسع من عمري بدأنا نصوم. طبعا مرات الأمهات يضغطوا علينا على أساس إنه نصوم الأطفال لغاية الساعة 2 لغاية الظهر وكذا، لكن عشان ما يجبرونا يعني نفطر كنا نهرب من البيت وكذا. شوف بالله. نعم. وأيوة يعني بعدين طبعا يعني عامة جو أسورة، جو ربيعي، جو جميل كذا. ما في العطش اللي تشعر به. وبعدين كمان نحن عادة نلعب كورة ونلعب سلبات يسموها حاجات كثير كذا. هذه كلها طبعا ما نشعر بها كأطفال، لكن كان الجو العام يدفعك بأنه أنت يعني الناس تتسابق في مسألة، يعني نادر تلقى مفطرين وكذا يعني. والله حتى هم صغار يعني. أيوة نعم. بالتالي في سن مبكر بدأناه، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا. اللهم آمين، اللهم آمين. ويحسن خاتمتنا يعني. آمين جميعا إن شاء الله. أستاذ نقاش، طيب خلينا نخش على صلاة التراويح. كانت من يعني الآن نحن طبعا العالم كله يبدو لي يمكن فقد الحتة بتاعت زيارات المساجد وكده، والرمضان يعني تراويح وسحور يعني في تقدير يعني. نعم. والفطرة هي فطرة، لكن يعني 3 حاجات: الفطور الجماعي والتراويح والسحور. فكده خش لنا في صلاة التراويح. كنتوا بتصلوا في المسجد الكبير تذكر ولا في المسجد الكبير؟ أي والله يعني الشيخ عبده الله يرحمه المعروف المؤذن بتاع المسجد الكبير، يعني كنا يعني بالذات المسجد يكون على آخره مليان يكون يعني. سبحان الله. أي والله.
وصوته شجي وكده. طبعا النظام مش زي بعدين شو اسمه عملنا ما يعني الناس صور قصيرة تصلي، وأنا يعني كان تقريبا مش 8 ركعات تصلى يعني. نعم. اللي قاعد تصليها كان نحن شوي أطول كان 21 ركعة. نعم كذا كانت. لذلك جميل. بعدين نحن طبعا كمان بيننا وبين بيتنا والمسجد جامع عمر بن الخطاب يعني خطوات محدودة هي. وهناك أيضا مرات نصلي كنا، لكن عامة أنا يعني غالبا الناس تمشي المسجد الكبير. أيوة المسجد الكبير كنا نصليها يعني. كان جميل كان يعني. مرات نعم. طبعا نحن شوية نزوق كذا نطلع في النص. أكيد. بعدين نرجع كذا كمان بعدين عشان لا من مراقبة الآباء وكذا. يا صح. يا سلام. أستاذ نقاش. نعم. الجميل فيهم بين كل ركعتين نقول طبعا أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. بعدين اللهم إنك عفو كريم. نعم. وتحب العفو فاعف عنا يا كريم. هذه يعني وسبحان الملك القدوس، سبحان الملك المعبود. نعم. يا سلام. الميكروفون ده يوصل مثلا من الجامع الكبير لاتجاه ماركاتو اتجاه البلدية. نعم. اتجاهات مختلفة. من هناك كمان يوصل لأطراف بتاع داماريام هذه وكذا. الصوت كذا صوت جميل ما شاء الله. يا سلام. يعني أيام كانت جميلة حقيقة. والله الواحد يعني اللهم آمين اللهم آمين. طيب من العلماء تذكر مين مثلا؟ انتوا لحقتوا بالشيخ الدمرداش؟ لا أنا بعد أنا شيخ يعني الله يرحمه لما كان شيخ المعهد العلامة الكبير الشيخ سراج يعني رحمة الله عليه. الفترة هذيك هو يعني اللي تمت على يدي أيضا تحديث معهد الدين الإسلامي. طبعا الشيخ أحمد محمد أحمد والشيخ سراج قلت لي مش كده؟ الشيخ سراج هذا يعتبر كان يعني من كبار العلماء في إريتريا. وكان في القضاء في نفس الوقت؟ كان معروض عليهم، لكن هو كانوا مثلا دار إفتاء. كان يعني أعتقد الله أعلم مساعد للمفتي الشيخ الكبير العلامة الشيخ إبراهيم المختار. بالتالي الشيخ سراج كان هو يعني من الناس اللي يعني لهم باع، وأعتقد عنده كتابات في الإملاء وفي أشياء كثيرة، عنده مخطوطات. أنا يعني هذا الرجل الأيام هذه كنا نتذكره لأنه أولاده ما شاء الله عليهم منتشرين موجودين أيضا. أولاده وين موجودين أستاذ نقاش؟ والله يعني في ناس في لندن، في ناس في كندا، واحد في ناس في القاهرة موجودين يعني. نعم. طيب يعني هذا الرجل كان يعني زي ما تقول علم من أعلام العلم والتربية والمعرفة. يا سلام. رحمة الله عليه. نحن والله كان معانا شاب صديقنا الله يرحمه توفي، كان اسمه محمد سراج، وكان جاينا من أسمرة في غردات، وكان يقول لنا أبوي رجل عالم. أنا يعني أحسب أن هذا الرجل هو والده. نعم. وهو من قومية الساو، أخونا محمد سراج. نعم. يبقى هو إن شاء الله. فأستاذنا محمد سراج ده توفى في إريتريا، جاء ودرس في العراق، وبعدين كان مدرس في مدارس إريتريا، فتوفي مسكين متأثر بملاريا ولا حاجة كده في المنخفضات. والله رحمة مأسوف عليه وصديقنا يعني. فيمكن ده والده عليهما الرحمة. قبل أيام. إمتى توفى؟ قريب؟ لا أيام في الألفينات كده، 2001 2002 يعني. الله يرحمه رحمة الله عليه. لأنه في طبعا في يعني أبناء الشيخ سراج يعني ما شاء الله منتشرين، وكلهم يعني حقيقة أخذوا كثير من سمات والدهم الله يرحمه. نعم. رجل تربينا على يدهم، تتلمذنا على يدهم. رحمة الله عليهم جميعا. هذه إذاعة إرنا.
ولا زلنا معكم سيداتي سادتي في حلقة من برنامج متابعات، وهذه المرة أرى أنها ستكون رمضانية ونحن سعيدين بذلك. ومحدثكم هو السيد نقاش عثمان، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. بمناسبة شهر رمضان انسربنا في الحديث وذكريات رمضانية، شيء من ذلك لا غروة، وجميل جدا برضو، بالعكس نسعد بذلك. سيد نقاش، طيب نحن هسي يعني في منتصف رمضان كده، لما تكونوا بعض الأطفال ينسحبوا من الصيام وكده، أليس كذلك؟ أي والله بعد المنتصف أنا ما أكون من المنسحبين، لكن القلوب أيضا تتعلق بعيد الفطر، يعني لأن الناس حتشتري والخياطين وتمشي وكذا، أجواء أخرى تكون موجودة. لكن الحمد لله يعني في ناس طبعا، لأنه الطفل صغير وساعات أحيانا طويلة وكذا، قد لا جسمه يتحمل. وهي أصله هي تدريب أكثر منه. نعم أكثر من التكليف. أيوة نعم. بالتالي يعني في ناس بينسحبوا، لكن على الأقل يعني يصلوا لمرات للحصر كذا، أو بين الظهر والعصر كنت يعني خلاص يقول لهم هذه الأطفال صومهم كذا. عندك ذكريات كده خاصة أخونا نقاش عن رمضان؟ وفي واحدين كمان يكونوا فاطرين لكن يكونوا صايمين مع أسرهم، وأي واحد ينشف ريقه كده وينشف شفاءه كده ويدخل على البيت وكده، في شقاوات زي هذه. والله أيوة، لكن أنا زي ما قلت لك، أنا هنا يعني أسرتي زي ما شايف، وبعدين أنا من طلاب المعهد، وليس يعني ما كنت طالب عادي، طالب مجتهد وكذا. صح. حب الكورة وكذا، لكن كل جوي كان يعني قبل أيام توفى أستاذنا الكبير أستاذ سليمان علي كرار، الله نعم رحمة الله عليه. هذا أستاذي كان مدرب في الكورة، كان أنا أتذكر كان يقول لي لا تعطشوا وما تلعبوا كورة وكذا، دائما ينصحنا، كان لأنه هو ساكن جنب مدرستنا، كان وذات حتى السكن وكان هناك هو. الله يرحمه ويحسن. أيوة الله يرحمه ويحسن إن شاء الله، ربنا يتقبله في جناته إن شاء الله. بالتالي أنا ما يعني كلها اللي كان مثلا، يعني مرات كان في واحد يمني صديقنا كده يعني يقول خلاص، كان يقول لنا ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، أنا حاهلك، يقول لنا الله يرحمه، توفى ذاته مسكين. بعدين خلاص قال امشي يشرب في المسجد، يشرب مويه ويجينا وكذا. بعدين خلاص كلم أبوه والده، كلمنا والد يعني هذه أيوة، لأنه كان أستاذنا كان هو في المعهد. اسمه اسم الأسرة أستاذ غالب صلاح كان الولد، الله يرحمه، توفى رحمة الله عليه يا أخي. أي والله توفى، كانوا ماشيين نذاكر كنا كذا. الوقت ذاك أنتوا في جزبرهانو، في جزبند حبشة ولا في ماديشتو؟ لا في ماديشتو كنا، لكن هو سكنوا في السوق، كان عنده والده كان أستاذنا في الجالية، كان في المعهد. وبعدين كان فتح يعني محل الفواكه وكذا في أسمرة. ويبدو كان في يعني حاجة دواء ضد الفيران، دواء كذا عملوا فيه، يبدو أكل من الفواكه. يا ساتر. أيوة يعني. بس الله يرحمه توفى. الله يعني ممكن كان يعني كان شاب نشيط. الله رحمة الله عليه يا أخي. الله يرحمه. توفى وين؟ بعدين تأثر في أسمرة توفى. نفس الفترة يعني تقريبا في يعني اعتقد 75 كده، حاجة زي كده. في ذكر مسجد عمر بن الخطاب، نحن بعد التحرير حصلنا الشيخ أنور، وكان رجل عالم. أيوة يا أستاذي، هل لحقت به؟ أستاذي، وهذا الرجل يعني كان مرات هو طبعا كان رجل كده ضرير كان يعني، لكن عالم. أيوة ضرير كان، أيوة نعم، رجل كان هذا أيضا علامة كان. أجل والله نشهد. نعم. كان يدرسني كان الفقه كان يدرسنا.
يا سلام. المعهد. بعدين كان أنا يعني بعد التحرير عندما ذهبت إلى إريتريا أنا والوالد زرناه. يا سلام. وكان حتى رجل كان يعني مواقفه قوية أيضا ضد الظلم اللي قاعد يحصل من قبل النظام. بالله. كان قطع الكهرباء. أيوة نعم. كان حدثني كثيرا. رجل كان رجل علامة. كان علامة والله. ورجل لما يحكي هم طريقهم، لما كان يحكي لي طريقهم ماشيين لمصر عشان أزهري مش كده؟ أيوة أزهري. كان يقول لي ياسين لما قرئ له يعني. قال في الطريق لما حصل لنا مشكلة وبعدين قرأنا ياسين وجلسنا وكذا ثم فرجت وهكذا. رجل الأزهري كان الله. وهو درس وهو ضرير تحرك إلى مصر يعني ولا بعدين أصيب؟ نعم. أيوة نعم. يا سلام. رحمة الله عليه. كان فقيه. كان نعم أشهد بذلك والله فعلا. يعني كان يئم الناس حتى في المسجد الكبير وفي مسجد، وكان خطيب كمان المسجد الكبير وخطيب مسجد عمر بن الخطاب. نعم. وكان رجل أستاذنا. يا سلام. أنتم ما شاء الله تلمستوا على علماء أجلاء. والله يعني هؤلاء يعني أنا مثلا الأستاذ عبد الله كان اسمه من الناس، كان شاعر. أستاذ محمد علي كان الشيخ محمد علي كان أيضا في كسل يدرس بعدين الله يرحمه. رحمة الله عليه. أيوة هؤلاء الناس يعني كانوا. أستاذ أخو المفتي أستاذ محمود كان الشيخ محمود أيضا أستاذنا كان يدرسنا اللغة العربية والصرف. أخو المفتي أي الشيخ الأمين ولا المختار؟ لا الشيخ إبراهيم مختار. الشيخ محمود. الشيخ المختار. أيوة حموا للشيخ سالم الحاج. نعم. على كل السيد الكريم. والله حديثنا معك حديثك لنا حلو وحديث رمضاني عطرنا به هذه السماوات وهذا الأثير لإذاعة إرنا الدولية. ولا نملك سادتي إلا أن نشكر السيد نقاش عثمان باسمكم جميعا، وهو رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. شكرا لك ورمضانك كريم ورمضانكم مبارك مشاهدينا ومستمعينا الكرام. وحتى نلتقي إن شاء الله، حنلتقي بك مرة ثانية أستاذنا نقاش في كلمة تودع المستمعين إن شاء الله. أولا شكرا أستاذ أحمد شريف، وأنت رجعتنا للماضي الدليل، وهو أصل جزء من نضالاتنا هو أن يستعيش شعبنا هذه الأجواء المحبة والمودة. بالتالي مرة أخرى أهنئك بحلول شهر رمضان وشعبنا الإريتري في كل مكان والشعوب وأنت كذلك يا سيدي. جمعاء إن شاء الله ورمضان مبارك. بارك الله فيك وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وبنهاية اللقاء الذي أجراه الزميل أحمد شريف مع الأستاذ نقاش عثمان رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. وسائل إعلام صومالية تتهم إثيوبيا بإسقاط طائرة شحن في بيدواء. اتهمت وسائل إعلام صومالية إثيوبيا بإسقاط طائرة شحن كانت تحمل معدات طبية بعد إقلاعها من مطار بيدواء في منطقة باي. وكانت السلطات الصومالية قد أعلنت أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم طيران في تحطم طائرة كانت تحمل إمدادات طبية في بيدواء. وأكد جيلبرت كيبي المدير العام لهيئة الطيران المدني الكينية لوكالة الأنباء الألمانية أن الطائرة تابعة لشركة أفريكان إكسبريس إيرويز الكينية، لكنه قال أنه ليس لديه تقارير رسمية عن خسائر أو أسباب الحادث، إلا أن وسائل إعلام محلية تكهنت بأن الطائرة تحطمت إثر استهدافها بصاروخ من القوات الإثيوبية المتمركزة في المنطقة. مخاوف من تفشي وباء كورونا المستجد في السودان. قالت وزارة الصحة السودانية في بيان لها أمس الثلاثاء بأن الحصيلة الإجمالية لوباء فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 45 حالة وفاة و878 إصابة بالفيروس، كما أشارت إلى أن 9 حالات جديدة
تماثلت للتعافي لترتفع جملة حالات الشفاء إلى 70 حالة. على نفس الصعيد قالت وسائل الإعلام السودانية بأن وزير الإعلام فيصل محمد صالح سوف يعتزل في منزله لمدة 2 أسبوع بسبب مخالطته لشخص حامل للفيروس. تصاعد الاتهامات بين الصين والولايات المتحدة بسبب وباء كورونا المستجد. ذكرت الصحف الصينية بأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول اتهام الصين بصنع فيروس كورونا غير عقلانية وغير صحيحة. جاء ذلك التصريح بواسطة وزارة الخارجية الصينية ردا على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو للصين بوجود أدلة هائلة بأن الفيروس صادر من أحد المختبرات الطبية الصينية في مدينة ووهان. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا سيداتي آنساتي سادتي موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم بأنكم يمكنكم التواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة من برنامج متابعتي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان وزملائي في الإذاعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا.